ازيكم عاملين ايه؟ السؤال المتكرر، انا برضع ابني او بنتي بينام بحطه في سريره 10 دقايق وبيصحى. تفتكروا ده بسبب ايه؟ في هرمون اسمه هرمون CCK. الهرمون ده ليه فوائد كتير، من ضمنها انه بيعمل ريلاكسيشن للبيبي ويخليه يدخل في النوم. عملوا ابحاث عليه واتخذ عينات دم من البيبيز عشان يعرفوا النسبه بتاعته بتزيد امتى وبتقل امتى. لقوا ان نسبه الهرمون بتزيد بعد بدايه الرضاعه، وتبدا تقل بعد 10 دقائق من انتهاء الرضعه، وترجع تزيد تاني بعد نص ساعه. وده اللي بيفسر ليه البيبي بيصحى بعد 10 دقائق من انه ينام. اولا ان ده يحصل دي حاجه طبيعيه جدا، والبيبي بيصحى عشان يكمل رضعته وبيرجع ينام تاني. طب انا اعمل ايه؟ اول حاجه وانت بترضعي ما تسيبيش البيبي يهدى معاكي، وخلي موضوع الرضاعه متواصل الا لو كان البيبي عنده مشكله صحيه او بيبي مولود بدري قوي. قبل ما تحط البيبي في سريره كرعيه واعرضي عليه ثديك تاني. لو رضع واخد تمام، مرضعش وما اخدش هتعملي سوادل، تشغلي له وايت نويز بس ما تخليهاش جنب ودنه، خليها بعيد شويه، وشكرا.